السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين. لو بتحب الأكشن العنيف والقتال الدموي والمطاردات اللي تحبس الأنفاس، الفيديو ده معمول ليك. وفي حلقة النهاردة جمعت لك أقوى أفلام الأكشن والإثارة المنتظرة في 2025. أفلام مليانة انتقام وقتال بالأيدي وتفجيرات ومعارك شرسة هتخليك على أعصابك من البداية للنهاية. من عالم جون ويك في فيلم باليرينا، للجاسوسية والمؤامرات في بلاك باج، للأكشن القاتل في ذا أكاونتنت 2، والأكتر لسه جاي. استعد لجرعة أكشن خرافية، أفلام مش هتقدر تغمض عينيك لحظة وأنت بتتفرج عليها. ويلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم السينما لسنة 2025. وهنبدأ قائمتنا بفيلم الإثارة لاست بريث، لما الغواصة تتحول لكابوس والوقت يبقى عدوك الأول. فيلم لاست بريث مستوحى من قصة حقيقية، بيحكي عن مجموعة غواصين محترفين بيواجهوا أخطر تحدي في حياتهم. أثناء مهمة في أعماق المحيط، واحد من الفريق بيتحبس على عمق مئات الأقدام تحت سطح البحر. دلوقتي الزمن بيجري والفريق لازم يتحدى الطبيعة والظروف القاسية علشان ينقذوا زميلهم قبل ما الأكسجين يخلص. موعد عرض الفيلم المبدئي هيكون يوم 28 فبراير 2025، فاستعد لتجربة سينمائية تحبس الأنفاس، مليانة توتر وإثارة وصراع ضد الزمن في أعماق المحيط. You can do this, buddy. I'm with you. Incoming swell. Brace for impact. Now! Now! وتاني فيلم معانا في قائمتنا فيلم الأكشن جيد. فيلم أكشن مثير هيخليك على أعصابك من البداية للنهاية. القصة بتحكي عن جايد اللي بعد حادث مأساوي قتلت فيه أخوها بالغلط قررت تبعد عن السلاح والعنف، لكن الدنيا مش بترحم. بتلاقي نفسها وسط صراع بين رجل أعمال خطير اسمه تورك وزعيم عصابة سابق كانوا شغالين معاه، وكلهم بيدوروا على هارد ديسك فيه معلومات ممكن تدمر عمليات الانتربول. جايد لازم تستخدم مهاراتها القتالية عشان تلاقي الهارد ديسك وتحمي ابن أخوها الطفل. المواجهات هنا مش سهلة، معارك شرسة وخيانات ومطاردات هتخليك مش قادر تاخد نفسك. جايد مش مجرد فيلم أكشن، ده رحلة في عالم مليان بالغموض والانتقام والتحديات اللي بتختبر قوة الإرادة والشجاعة. You are in so far over your head, you have no idea. She's only gonna get worse, you know. ورقم 3 جه فيلم الإثارة بلاك باك، مايكل فاسبندر وكيت بلانشيت في فيلم تجسس مليان إثارة وغموض وخيانة في لعبة جاسوسية مميتة ما فيهاش رجوع. القصة بتبدأ مع جورج وكاثرين، زوجين مش عاديين، مش بس مرتبطين في حياتهم الشخصية لكن كمان شغالين عملاء استخبارات بريطانيين. لكن فجأة الدنيا بتتقلب لما كاثرين بتتهم بالخيانة. جورج بيلاقي نفسه في أصعب اختبار، هل يصدق مراته اللي شاركته كل لحظة في حياته ولا يلتزم بواجبه الوطني؟ ومع مطاردات وعمليات سرية ومؤامرة ضخمة، الحقيقة عمرها ما كانت واضحة والعدو مش دايما اللي متوقعه. الفيلم من إخراج ستيفن سودربيرج اللي معروف بأفلامه الذكية والمليانة توتر، ومعاه نجوم زي توم بيرك وبيرس بروسنان. استعد لمطاردة جاسوسية هتحبس أنفاسك لآخر لحظة، لأن في عالم الاستخبارات الثقة أخطر من الرصاص. العرض المبدئي للفيلم هيكون يوم 14 مارس 2025، فجهز نفسك للعبة تجسس ما بترحمش. Maybe this is all your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. I'll say. ورابع فيلم معانا في قائمتنا فيلم الجريمة ذا ألتو نايتس. روبرت دينيرو راجع وبيدينا جرعة جامدة من الأكشن والجريمة، وده مش بدور واحد، لا بدورين. القصة بتبدأ في نيويورك في عز سيطرة المافيا، صراع شرس بين اتنين من أكبر زعماء العصابات، واحد عايز يحافظ على نفوذه والتاني مش شايف غير السلطة والقوة قدامه. ودينيرو بيلعب بشخصيتين، زعيم مافيا قديم مخضرم والتاني رجل عصابات طموح وبيحاول يسيطر بأي تمن. والصراع ما بينهم مفهوش رحمة، خيانة في كل حتة ورصاص ملوش حساب. الفيلم من إخراج باري ليفنسون اللي بيرجع لنا بأجواء أفلام العصابات الكلاسيكية بس بأسلوب جديد كله توتر ودراما وانفجارات. فاستعد لأقوى حرب عصابات هتشوفها في 2025، لأن في عالم المافيا إما تكون ذئب يا إما تكون فريسة. العرض الأول المبدئي للفيلم هيكون يوم 21 مارس 2025، فجهز نفسك لأخطر لعبة سلطة في شوارع نيويورك. How do you know what he's gonna do? ورقم 5 جه فيلم الأكشن جي 20. القصة بتحكي عن إليانور رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتلاقي نفسها فجأة في قلب أزمة عالمية.
خلال قمة G20 مجموعة إرهابية بتقتحم القمة وبتحتجز الزعماء كرهائن، والمطالب مش واضحة لكن هدفهم أكيد مش بريء. اليانور مش مجرد سياسية، دي محاربة شرسة لازم تستخدم كل ذكائها وقوتها عشان تواجه الإرهابيين وتحمي الرهائن وتمنع كارثة عالمية. الأكشن هنا واقعي ومكثف مع معارك محتدمة، خطط إنقاذ مستحيلة، ومواجهة بتحدد مصير العالم. العرض الأول المبدئي للفيلم هيكون يوم 10 إبريل 2025، فجهز نفسك لأكشن سياسي من العيار التقيل. We're all here together. I'm gonna get you out of here. ورقم 6 هيكون معانا فيلم الأكشن هافوك. القصة بتحكي عن محقق الشرطة المخضرم ووكر اللي بيلاقي نفسه في مهمة مستحيلة لإنقاذ ابن سياسي كبير بعد ما اتورط مع عصابة إجرامية خطيرة، لكن العملية بتتحول لكابوس لما بيكتشف إن الفساد مش بس في الشوارع، ده واصل لأعلى المستويات. في وسط مطاردات مجنونة وقتال بالأيدي وخيانة من أقرب الناس، ووكر لازم يقاتل علشان يكشف الحقيقة قبل ما يبقى هو نفسه الضحية. العرض الأول المبدئي للفيلم هيكون يوم 25 إبريل 2025، فاستعد لأعنف جرعة أكشن السنة دي. I know what you did. You have no idea what I did. أما رقم 7 فجه فيلم الرعب Until Dawn. القصة بتحكي عن مجموعة أصدقاء بيقرروا يقضوا عطلة نهاية الأسبوع في كوخ معزول وسط الغابة، لكن اللي كان المفروض يبقى رحلة استجمام بيتحول لكابوس حي لما بيلاقوا نفسهم محاصرين من كيان غامض وبيطاردهم واحد ورا التاني. الليل هنا مش بس ظلام، ده فخ قاتل، كل محاولة للنجاة بتقربهم أكتر من الموت، والأخطر إن الكيان ده مش مجرد وحش، ده شيء بيفهم بخوفهم وبيستخدمها ضدهم. العرض المبدئي الأول للفيلم يوم 25 إبريل 2025، فاستعدوا لكابوس سينمائي هيطاردكم حتى بعد ما تنوروا النور. If we want to survive, we have to make it until dawn. وتامن فيلم معانا في قائمتنا فيلم الأكشن The Accountant 2. القصة بتبدأ لما كريستيان وولف المحاسب العبقري اللي عنده مهارات قتالية قاتلة بيلاقي نفسه في قلب مؤامرة ضخمة بتتعلق بأكبر غسيل أموال في العالم. بعد ما حاول يبعد عن عالم الجريمة بيتم استدراجه من جديد لما شخص غامض يطلب مساعدته، لكن المرة دي العدو أقوى والرهانات أعلى من أي وقت فات. بين معادلات الأرقام والمعارك المسلحة، كريستيان لازم يستخدم كل مهاراته عشان يكشف الحقيقة قبل فوات الأوان. المخابرات الفيدرالية وفرق المرتزقة كلهم بيطاردوه، لكنه مش من السهل يتم اصطياده. العرض الأول المبدئي للفيلم يوم 25 إبريل 2025، فجهز نفسك لأذكى وأخطر عملية حسابية في تاريخ الأكشن. Are you ready? Yeah. أما رقم 9 فجه فيلم الرعب برينج هير باك. القصة بتحكي عن أخ وأخت بينقلوا عيشتهم مع أم حاضنة جديدة في بيت منعزل. هناك بيكتشفوا طقوس مرعبة بتحصل في الخفاء واللي بتقلب حياتهم لجحيم مليان رعب وتشويق. الفيلم من إخراج التوأم داني ومايكل فيليبو اللي قدموا لنا فيلم الرعب الناجح توك تو مي. موعد العرض المبدئي للفيلم يوم 30 مايو 2025، فجهز نفسك لتجربة رعب مليانة كوابيس. أما الفيلم رقم 10 فهو يعتبر أكتر فيلم أكشن منتظر في سنة 2025، فيلم باليرينا. القصة بتحكي عن روني قاتلة محترفة بتدور على حقها بعد ما قتل مأجورين قضوا على أقرب الناس ليها. المرة دي الانتقام مش مجرد خط، ده عرض دموي هتقدمه على طريقتها الخاصة. في عالم جون ويك القوانين واضحة، بس روني قررت تكسر كل القواعد. معارك عنيفة وقتال بالأيدي وأسلحة تقيلة وأكشن ملوش رحمة، والأجمد من كده ظهور كيانو ريفز بشخصية جون ويك لمساعدة روني في رحلتها المميتة. الفيلم من إخراج لينو وايزمان وبطولة أنا دي أرمس وكيانو ريفز وأنجليكا هيوستن. موعد العرض المبدئي للفيلم يوم 7 يونيو 2025، فجهز نفسك لمشاهدة أقوى أفلام الأكشن اللي هتشعل السينما. Looks like you already have. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا وسط أقوى أفلام الأكشن والإثارة المنتظرة في 2025. كل فيلم من الأفلام دي هيكون تجربة حماسية مجنونة مليانة معارك وانتقام وتشويق، ومستحيل تقدر تغمض عينيك لحظة. قولنا في الكومنتات إيه أكتر فيلم متحمسين ليه، وما تنسوش اللايك
والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد عن أقوى الأفلام. فاستعدوا لمغامرات مجنونة، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.